مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير. تقصد ايه حضرتك بالعنوان اللي يخوف ده؟ تقصدي السؤال اللي انا قلته ليه الشباب بيموت بدري؟ تمام. ليه الشباب بيموت بدري؟ في مجموعه اسئله كتير هنسالنا لنفسنا وكلنا اكيد بنسال لنفسنا الاسئله دي كلها، بس عايزين نواجه بعضنا كده. والكلام ده انا اوجهه للامهات والاباء، اباء الشباب واباء الاطفال، وامهات الشباب وامهات الاطفال وامهات الاطفال بصفه خاصه. ليه الشباب بيموت بدري؟ قول لنا ليه؟ ليه بيجي لنا السكر واحنا لسه صغيرين؟ ليه امراض القلب زادت في البلد؟ ليه؟ وفي سن صغير. ايه التوتر والاكتئاب اللي مال الناس ده كله؟ ليه وزني زاد ومش عارف اخس؟ سؤال كلنا بنساله لنفسنا. مهما اعمل رجيم مش عارف اعمل رجيم. ليه على طول عندنا برد؟ البرد ما بيروحش مننا. ليه حاسس ان عظمي مكسر؟ اسئله كتيره جدا. ليه مش مركز؟ ليه مش قادر اركز؟ مش قادر انتبه اللي بقراه؟ ليه دايما انا عصبي؟ سؤال حلو جدا. ليه دايما عصبيه؟ ليه دايما بطني بتوجعني وبرجع وعندي دوخه ومش طايق نفسي وعندي انتفاخ؟ ليه نظري بيضعف ومع ان لسه وزن صغير، سن صغير؟ ايه الكسل اللي احنا فيه ده؟ يعني ايه الكسل؟ بنسال نفسنا ده انا كسلان قوي وبقوم من النوم مكسر وعظمي مكسر. ليه عظمي بيتكسر كده ليه؟ ليه الشيخوخه المبكره اللي بتحصل في الناس؟ تجاعيد في الوش. ليه النشاط الاجرامي اللي زاد في البلد؟ ليه بننسى بسرعه؟ ليه النسيان؟ احنا كل حاجه بننساها. ليه السرطانات اللي ماليه البلد؟ اسبابها ايه؟ في اسباب كتير طبعا، بس انا هركز النهارده على حاجه مهمه جدا كلنا اللي بنعملها والشباب دلوقتي بيعملها واحنا داخلين على موسم الاجازات. عايزه تعرفي ليه؟ اكيد. لما ينقلب حال الدنيا ويصبح النهار ليل والليل نهار عند غالبيه الشباب والاطفال واحيانا امهاتهم، ويصبح ليلهم نهار وهم يسهرون طول الليل. بيسهروا طول الليل على ايه؟ على الموبايل او على التلفزيون او على المواقع بتاعه النت. وعنده الطبيعه اللي ربنا خلقنا عليها، ان احنا بننام بالليل وبنسهر وبنصحى بالنهار. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في اياته؟ وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار ايه؟ معاشا. يعني جعل الليل عشان نرتاح فيه من شقى الصبح كله، وجعل النهار معاش ليه نسعى فيه على رزقنا ونقعد ونعيش حياتنا والتواصل الاجتماعي اللي بين الناس وبعضيها. قلبنا الآية، بقينا بنسهر بالليل وبننام بالنهار. بس في ناس بتبقى سهرانه بارادتها وفي ناس بتبقى مجبوره ان هي تسهر. اللي سهران بارادته ده هو ده. انا المشكله اللي هو على المدى الطويل، الناس اللي طول عمرها بتسهر والشباب دلوقتي على طول سهرانين. نشوف بقى على كده ان السهر ضر يا باشمهندس. طبعا السهر بلا مبالغه بيدمر اجهزه الجسم، ويؤدي الى